السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من جول مشترك. وقبل أي حاجة نوحد الله ونصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. النهارده هنتكلم عن حاجة لذيذة كده، وأنا بالنسبة لي وأنا بكتبها كانت لذيذة واستفدت منها كتير، لأن أنا ما كنتش أعرف عنها حاجات كتيرة. والنهارده هنتكلم عن بطولة اليورو وتاريخها وكل حاجة عنها. فيلا بينا بقى أقول لك كل التفاصيل بتاعتها. بص يا سيدي، زمان قبل ما تتعمل بطولة اليورو كان في شوية بطولات معمولة، وهي كانت بطولة البيت البريطاني واتعملت 1833، واللي كان بيشارك في البطولة ساعتها فرق المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا القديمة. والفرق دي هي اسكتلندا وانجلترا وايرلندا وويلز. وكان في بطولة تاني كان اسمه كأس أوروبا الوسطى الدولية، اتعملت عام 1927 واتعملت لمدة 6 مواسم بس. اللي كان بيشارك في البطولة دي ساعتها هم النمسا، المجر، ايطاليا، تشيكوسلوفاكيا وسويسرا ويوغوسلافيا. استمرت البطولة دي لغاية 1960. وفي عام 1927 تم طرح فكرة عمل بطولة أوروبية على مستوى العالم، وكان ساعتها من الاتحاد الفرنسي، واللي كان الامين بتاع الاتحاد الفرنسي هو هنري دي لوناي. وبالفعل تم تنفيذ الفكره عام 1958 بعد موت هنري ب3 سنين. وفي عام 1960 بداوا البطوله بالفعل بعد ما خلصت البطوله بتاعت اوروبا الوسطى اللي فاتت، وساعتها اتسمت كاس البطوله بهنري دي لوناي تكريما ليه بعد ما مات. البطوله دي اتعملت في فرنسا، وكان في 4 فرق منافسين ساعتها. فتعال اقول لك بقى ايه الفرق دي زمان. والفرق هي يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. اللي كسب البطوله دي ساعتها الاتحاد السوفيتي على يوغوسلافيا، وكسب بنتيجه 2-1. وكان من ابرز المنتخبات الغايبه عن البطوله كانت اسبانيا، وانسحبت بسبب اسباب سياسيه. وكان برضو منتخب انجلترا وهولندا وايطاليا، وكانت برضو المانيا الغربيه. وللذكر عاوز تعرف ان البطوله دي كانت بتتعمل كل 4 سنين. والنسخه الثانيه اتعملت في اسبانيا عام 1964، والنسخه دي شهدت شويه تغييرات زاد ساعتها 29 منتخب. والبطوله دي ما شاركتش برضو المانيا الغربيه، وانسحبت البانيا واليونان بسبب انهم كان في شويه مشاكل ما بينهم. اللي كسب البطوله دي كانت اسبانيا على الاتحاد السوفيتي، وكان في قلب ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجه 2-1. استمر نظام البطوله دي لغايه عام 1976. ولو عايز تعرف مين اللي كسب البطولات في السنين اللي انا ما قلتهاش، تعالى يا عم اقول لك. 68 ايطاليا، 72 المانيا الغربيه، 76 تشيكوسلوفاكيا. في السنه دي اتضافت ضربات الجزاء في البطوله. اللي ساعتها كسب البطوله كانت تشيكوسلوفاكيا، واللي كسبهم انطونيو بانينكا، صاحب البانينكا الشهيره اللي كلنا عارفينها، اللي اتسمت الحركه بتاعت الشيب دي منه بسبب. وبطوله 1980 شهدت بعض التغييرات، فتعال اقول لك ايه هي. والتغييرات هي ان زاد عدد الفرق ل 8 فرق بدل 4 للادوار الاقصائيه. اللي كسب البطوله دي هي المانيا الغربيه، وكسبتها على بلجيكا بنتيجه 2-1. و1984 اللي كسب البطوله ساعتها كانت فرنسا، وكان الكابتن بتاعهم بلاتيني المشهور. كانت المباراه ضد اسبانيا وانتهت بنتيجه 2-0. ساعتها برضو لغوا حوار المركز الثالث، وساعتها اللي كان بيوصل نصف النهائي ويخسر كان بياخد البرونزيه حتى لو كانوا فريقين. في عام 1988 اللي استضاف البطوله هي المانيا الغربيه. اللي كسب البطوله دي ساعتها كان هولندا، وعلى حساب الاتحاد السوفيتي بنتيجه 2-0. واللي جاب الهدف الاول ساعتها لهولندا هو كومان، والهدف الثاني كان فان باستن. وبطوله سنه 1992 اللي استضاف البطوله ساعتها كانت السويد. في البطوله دي تم منع يوغوسلافيا من اللعب في البطوله بسبب انها كانت في حاله حرب. اللي كسب البطوله ساعتها كانت الدنمارك، بعد ما كسبت في نصف النهائي على هولندا، وصلت للنهائي وكسبت المانيا. انتهت المباراه بنتيجه 2-0. والعلم ان المانيا ساعتها كانت اول بطوله تشاركها بعد ما اتحدت مع بعض. كمان برضو ان البطوله دي كانت شهدت اول مره اللعيب يطبع اسمه في ظهره من ورا. نخش دلوقتي على التوسع ل 16 فريق. السنه دي كان مستضيف البطوله كانت انجلترا. البطوله دي كانت اول بطوله تسمى باليورو، واللي كسب البطوله ساعتها كانت المانيا، وخدتها من التشيك. واللي جاب الهدف الذهبي ساعتها لالمانيا كان اوليفر بيرهوف. كان دي اول بطوله تاخدها المانيا كدوله موحده. خش بقى على يورو 2000، ودي كانت اول بطوله تقام بين دولتين. ايه ده؟ والله انت عايز تعرف الدولتين وانا والله مش عارفهم. هروح اعرفهم واجي لك، ما تتاخر. بص يا سيدي، الدولتين هم بلجيكا وهولندا. وكانت اقوى مرشحه للبطوله ان تاخد البطوله ساعتها كانت فرنسا، بسبب انها كانت واخده كاس العالم 1998. وكان ساعتها صاحب الهدف الفوز في الوقت الضايع كان تريزيجيه. نخش بقى على يورو 2004، ودي كان من اغرب البطولات اللي انا شفتها في حياتي بصراحه. هو اي نعم انا مواليد 2004، بس مش مشكله، انا مشيها لي. انا كنت بتفرج عليها وانا صغير وانا في بطن امي. وفي السنه دي اللي كان مستضيف البطوله كانت البرتغال. ودي كانت احسن بطوله كتنظيم في العالم وابهرت العالم كله. ساعتها كانت اول مباراه، كانت المباراه الافتتاحيه ما بين البرتغال واليونان.
وساعتها البرتغال كان فيها لعيبه كتيره زي رونالدو وفيجو ولاعيبه تاني كتير. والماتش ده ما تعرفش ايه اللي حصل ساعتها، واليونان كسبت على البرتغال وما تفهمش ايه اللي حصل، يعني زي ما بيقول لك كده ربك بيد العبيط. وساعتها برضو اليونان ما كانتش مصدقه نفسها اللي هي كسبت على البرتغال، فروحنا للماتش الثاني امام اسبانيا وتعادلوا 1-1 وبرضه ما كانوش مصدقين، فقالت بس يا باشا احنا حتى لو صعدنا ثالث او ثاني ده كده احنا عملنا انجاز. فنخش بقى على الماتش الثالث كان امام روسيا واتغلبوا، يعني بص اتعادلوا مع اسبانيا وكسبوا البرتغال واتغلبوا من روسيا، ما تفهمش يعني ايه اللي حصل، مش فاهم. ووصلوا لربع النهائي وقابلوا ساعتها بطل النسخه اللي فاتت فرنسا وبرضه كسبوها. وصلوا لنص النهائي ولعبوا التشيك وكسبوها برضه وتأهلوا للنهائي. ساعتها ده كان انجاز ليهم وما كانوش مصدقين نفسهم لدرجه اللي هم خلاص يعني اللي هم مش عايزين يكملوا البطوله، قال لك بس يا عم انا كده مش عايز اعمل حاجه تاني. ووصلوا للنهائي وده كان اول مره في تاريخ اليونان توصل لنهائي بطوله وعشان تقابل البرتغال. وطبعا كل كان منتظر ان البرتغال تكسب وتاخد الصقر بتاع اول ماتش تلعبه، بس الكل ما كانش متوقع اللي حصل. وكان مدرب اليونان كان ليه رأي تاني. المدرب ساعتها كان اوتو ريهاجل، ودي كانت اول مرة يكسبوا فيها البطولة في تاريخه. وللعلم يعني لو عايز تعرف ان في 2003 اضيفت قاعدة الهدف الفضي بدل الهدف الذهبي، وانا هشرح لك دلوقتي الهدف الفضي. بص يا سيدي، الهدف الفضي يعني مثلا لو فرقتين اتعادلوا مع بعض كان بيخش وقت اضافي. مثلا لو الفرقه جابت جون في الوقت الاضافي في الشوط الاول خلاص بيكمل الشوط الاول لغايه الاخر وينهي المباراه، ما حدش بيخش الشوط الثاني. لكن الهدف الذهبي كان اللي يجيب جون على طول في الوقت الاضافي خلاص الماتش ينتهي، واللي يجيب جون هو اللي كسب البطوله. ويورو 2008 اللي استضافها النمسا وسويسرا، وفي السنه دي تم عمل كاس جديده بدل الكاس القديمه، وانا هعرضه دلوقتي الكاس الجديده والكاس القديمه. واللي كسب البطوله ساعتها كان اسبانيا وكسبت على المانيا، واللي كان هداف البطوله كان ديفيد فيا، وكان احسن لاعب في البطوله كان تشافي هرنانديز. نخش بقى على بطوله 2012 اللي كان مستضيفها بولندا واوكرانيا، والبطوله دي كسبت اسبانيا على ايطاليا. والمنتخب الاسباني كان اول منتخب يحقق 3 بطولات كبرى في العالم، وهم كاس العالم 2010 واليورو اللي فات بتاع 2008 واليورو بتاع حاليا بتاع 2012. وكان ساعتها فرناندو توريس جاب هدف الفوز لاسبانيا، وكان اول لاعب يجيب هدفين في نهائيين مختلفين، كان البطوله اللي فاتت والبطوله دي، يعني بسم الله ما شاء الله يعني خد لقب لنفسه. وفي السنه دي بتاعت 2012 اضافت تقنيه خط المرمى، دي زي عباره عن كاميرات بتتحط كده من فوق ومن الناحيه دي والناحيه دي ومن تحت عشان تعرف ان الكره دخلت ولا لا. وكان برضه فيها زي سنسور كده بتحط في الكره، والساعه بتاعت الحكم لو عدت الخط كانت بتصفر في الساعه بتاعت الحكم. يلا يا عم. ايه ده انت بدات؟ لا مؤاخذه. ماشي يا عم. بص يا عم، تقنيه خط المرمى دي اتضافت بسبب ان كان في ماتش بين انجلترا واوكرانيا وكان في هدف ساعتها صحيح واتلغى، فضافوه عشان ما حدش يتظلم. ونخش على بطوله اليورو 2016 واللي كان مستضيفها كانت فرنسا. ساعتها البطوله دي توسعت ل 24 فريق، يعني كان 6 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرق، وكان بيتاهلوا عادي اول وثاني، وكان برضه بيتاهلوا احسن 4 توالد. واحسن 4 توالد دي معناها اللي انا اقصد يعني في المجموعه، يعني مثلا لو اتاهل اول وثاني وجت ثالثه كانت فرقه كويسه فبتتاهل عادي، فبيختاروا من 6 مجموعات 4 فرق، يعني يختاروا كده يعني فرق ايه عشان تصعد تكمل العدد. وساعتها اللي خد البطوله دي كانت البرتغال من فرنسا وسط جمهورها. وطبعا عارفين النهائي الشهير ده بتاع رونالدو ساعتها لما اتصاب ونزل مكانه قدر، وساعتها هو اللي جاب جون وجاب لهم البطوله في الدقيقه 109. دي كانت اول بطوله ياخدها البرتغال على مدار تاريخه. نخش بقى على يورو 2020، وصرح الاتحاد الاوروبي ساعتها ان البطوله دي هتتعمل في كذا دوله في اوروبا، وساعتها قالوا برضو ان النصف النهائي والنهائي هتتعمل في انجلترا، بس ساعتها بعد ما اتفقوا على كل حاجه والدنيا تمام طبعا اتاجلت بسبب جائحه كورونا، واتعملت بعديها سنه 2021. واللي كسب البطوله دي ساعتها كان ايطاليا بركلات الترجيح، وكان على حساب انجلترا. نخش على يورو 24 وساعتها اللي خدتها اسبانيا، واللي كلنا اتفرجنا على ما اعتقد على البطوله، وانا شرحت مسيره منتخب اسبانيا في الحلقه بتاعت لامين يامال، ولو ما اتفرجتش على حلقه لامين يامال هسيبها لك في الاي هنا، فخش اتفرج عليها. هنخش دلوقتي على الكاس بتاعت اليورو وهنقول تفاصيله وكل حاجه عنه. وهو زي ما قلنا في بطوله 1960 اتعملت اول كاس ساعتها، فكان اللي خد الكاس ساعتها كان الاتحاد السوفيتي، فخد الكاس، فالاتحاد الاوروبي قال له ايه؟ قال له خد الكاس خليه معاك 4 سنين
بعد ما 4 سنين وتبدا البطوله النسخه اللي بعديها فتجيب الكاس، عشان اللي يكسب اللي بعديها ياخد الكاس، وهكذا. واستمر الحوار ده لغايه 2008. والسنه دي تم اعاده صنع الكاس واصبح طوله 60 سم ووزنه يصل الى 8 كيلو. للذكر يعني لو عايز تعرف ان الكاس القديمه كان طولها 18 سم ووزنها يصل الى 6 كيلو، يعني هو بتاع زي المسطره ال 20 سم كده، كان ممكن تاخدها تحطها في جيبك، بس هي تبقى تقيله شويه عليك. وزمان القاعده بتاعه الكاس ساعتها كانت رخاميه، فحشوها وهضافوا قاعده تاني اوسع وكانت فضيه اللون. وزمان برضو كان لما مثلا لو دولة كسبت البطولة، مثلا اسبانيا كسبت البطولة، فبيجيبوا لزق كده زي عادي البتاع بتلزق كده، فبيلزقوا الاسم على القاعدة الرخامية دي. لكن دلوقتي بيتم حفر اسم البطل على الكاس نفسه. برضو للذكر يعني ان زمان كان زي ما قلت لك كان بياخد الكاس 4 سنين وبعد كده يرجعوه تاني. لكن دلوقتي البطولة مثلا انت لو اسبانيا مثلا او اي فرقة خدت الكاس، فلو خدتها 3 مرات ورا بعض تاخد الكاس خالص. لا، او برضو لو كسبت البطوله 5 مرات بس مش متتالي عادي، فبرضو بتاخد الكاس. لكن دلوقتي انت بتاخد الكاس بتاع البطوله بتتصور بيه والدنيا تقعد بيه كام يوم وبعد كده ترجعه تاني للاتحاد الاوروبي. و2012 تم اعاده حوار اللي هو المركز الثالث، زي ما قلت لك كان قبل كده المركز الثالث اتلغى وكان اللي بيوصل نص النهائي فكان بياخدوا ميداليات عادي. لكن دلوقتي يعني من 2012 يا ربي لغايه دلوقتي عادي، اللي بيبقى فيه مركز اول وثاني وثالث، ذهبي وفضي وبرونزي. وبس يا سيدي كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده بتاعت بطوله اليورو. يا رب تكون فهمت البطوله، وانا بصراحه انا استفدت جدا بالحلقه دي لان في حاجات كتيره ما كنتش عارفها، فيا رب انت تكون استفدت. وبس يا سيدي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس لو عايزين اي حاجه اتكلم عليها في الكومنت ان شاء الله. وبيس يا عم، سلام عليكم.